اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مين قال ان التوفير في الاكل والشرب بس؟ لا، في حاجات كتير لازم نبدأ نوفر فيها، خصوصا اذا كنا نقدر نعملها في البيت. طب ايه رأيكم النهاردة نعمل مع بعض الصابون السائل بطريقة بسيطة جدا جدا جدا، وهيوفر معانا والنتيجة تحفة. هنعمله مع بعض في البيت بأبسط المكونات، والنتيجة مضمونة بإذن الله. بس تابعوا الفيديو للآخر عشان فيه خطوات مهمة لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة هنا أنا جبت الصابونة المتعارف عليها بتاعت غسيل الأطباق اللي اسمها سانلايت. دي وزنها تمن أو 125 جرام، اللي هو تمن كيلو. بالمبشرة كده هبشرها بالمبشرة الواسعة، أنا عايزاها زي قشور كده علشان أقدر أدوبها بسهولة. هبشرها كده بالمبشرة كويس. وطبعا الصابونة دي ممكن نستخدم أي صابونة تانية متوفرة، مش شرط النوع ده، ممكن صابون المواعين العادي. بشرتها بالمنظر ده، وفي حلة هبدأ أنزل بالصابون المبشور بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ان الصابونة دي هتعمل معانا كمية كبيرة جدا، وممكن بعد كده تعملي اكتر من صابونة عشان يعني تعملي كمية اكتر. جبت الصابونة بشرتها وحطيتها في الحلة، ونزلت عليها بكوبايتين مية فترة عادية من الحنفية. وبعد كده هقلب بشويش، وهرفع الحلة دي على نار هادية لحد ما الصابون بتاعي كله يدوب. زي ما انتوا شايفين كده الصابون كله داب، ما بقاش فيه اي تكتلات او اي اثار لبشر الصابون بتاعنا. هسيبه لما يبرد خالص خالص، مش هاجي جنبه علشان تتم عملية التصبن. الصابون السائل نجاحه في خطوتين مهمين. اول حاجة عملية التصبن زي ما انتوا شايفين كده، ان الصابون يرجع لصورته الطبيعية بعد ما بندوبه. بعد كده هبدأ اللي انا افكه بشوية مية. هنستخدم مية قد ايه؟ هنستخدم النهاردة مع الصابونة دي 7 رتل من المية، بس هنستخدمهم رتل رتل. ده اول رتل، هبدأ اخد منه شوية بشوية لحد بفك عملية التصبن اللي حصلت، وأحولها لخليط القوام بتاعه تقيل شبه الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. كل ده من الرتل الأول من المية اللي احنا بنستخدمه. شايفين بيبقى قوامه ناشف، بيرجع كأنه صابون تاني من أول وجديد. وأنا ببدأ أفكه علشان أوصل للأساس أو للخميرة اللي أنا هعمل بيها الصابون بتاعي. هفكه كده بالرتل الأول من المية لحد ما كله يفك، وما يبقاش فيه أي تكتلات ولا أي حاجة، ويبقى عندنا معجون سميك علشان نبدأ نفكه بالمية علشان نوصل لنتيجة صابون سايل كويسة. أنا قلت إن الصابون السائل ليه خطوتين أساسيين هم أهم حاجة في نجاح الصابون السائل. أول حاجة عملية التصبن وشفناها وعرفنا إزاي نفكها. تاني حاجة وهي عملية التقليب. أكتر كلمة هتسمعيها في الفيديو ده لازم تقلبي من كل خطوة وخطوة، من كل إضافة وإضافة، من كل مرحلة ومرحلة. التقليب لو ما قلبناش كويس، طالما عملية التصبن نجحت معانا وجينا ما قلبناش كويس، الصابون بتاعنا هيفشل وهيفصل ومش هيبقى كويس خالص. بعد ما فكيت الصابون بعد التصبن بأول رتل من المية والتقليب، التقليب أهم حاجة. ضفت حوالي كوباية مج مليانة من الصابون السائل، أي نوع صابون انت بتستخدميه. وطبعا قلبت كويس جدا، وبعد كده ضفت معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البيكربونات أو بيكربونات الصوديوم، علشان السكر بيساعد على الرغوة، والكربونات طبعا بيساعد على النظافة. بعد كده جبت معلقة كبيرة من النشا اهي زي ما انتوا شايفين كده، ودوبتها في نص كوباية من المية الفترة العادية. يبقى خلاص ضفنا السكر وضفنا البيكربوناتو وضفنا الصابون السائل وضفنا النشا. مع كل إضافة لازم نقلب كويس جدا. ده تاني رتل من المية. ما نضيفش اكتر من رتل في كل مرحلة، يعني رتل ونقلب كويس جدا جدا جدا، وبعد كده نضيف الرتل اللي بعده علشان ما نتفاجئش
ونلاقي الصابون بتاعنا فصل. ممكن نلاقي الصابون بقى على الوش والمية بقت في أرضية الطبق وعمره ما هيختلط تاني مع بعضه. فضروري ومهم عملية التصبن، وبعد كده عملية التقليب. لازم كويس جدا نقلب على قد ما نقدر. شايفين انا هنا بوريكم قد ايه الصابون متجانس، المية مش فاصلة عن الرغاوي ولا اي حاجة. ده كان الرتل الخامس من المية. وطبعا زي ما قلت لكم اكتر كلمة هتسمعوها لازم نقلب نقلب كويس. هنا المرحلة دي بصراحة مرحلة ملهاش يعني مش ضرورية. انا حبيت اللي انا اديله لون زي اللي احنا بنجيبه من بره. ممكن تختاري اي لون يعجبك، بس اللون الاكتر هو اللون الاصفر اللي ممكن نجيبه بودر من العطار باقل حاجة ب2 جنيه ب3 جنيه. لون بودر بيدينا نتيجة حلوة. بس انا كان عندي لون جل انا مش محتاجاه ومش شارياه مخصوص علشان اعمل بيه صابون، فقلت استخدمه، وكان بالصدفة طلع لون برتقاني. شايفين انا ضفت شوية من اللون الجل. وهنا انا كنت ضفت 7 رتل من المية. الصابونة 125 جرام بتاخد 7 رتل من المية، غير كوبايتين المية اللي احنا دوبنا فيهم الصابون الاول على النار. اهم حاجة نقلب، واهم حاجة ان احنا ما نسيبش الصابون من غير تقليب وتبقى عملية التصبن بتاعتنا ناجحة. نبدأ نعبي الصابون. شايفين العلبة دي 4 رتل والعلبة دي 2 رتل ونص. اهو انا كده صبيت بس 6 رتل من الصابون. حد هيقول لي طب انت حاطة 7 رتل من المية ازاي وصلنا لل العدد ده من الصابون؟ انا عايزه اقول لكم ان هو عمل معايا حوالي 10 رتل من الصابون. لان بعد كده بتلاقي الجزء الاولاني من العلبه او من الازازه اللي انت عبيتي فيها كان فيه رغاوي وبيتبقى الصابون. لو انت استنيتي شويه وعبيتي هيبقى معاكي بالظبط 8 رتل او 8.5 رتل من الصابون. هنا انا حبيت اوريكم قد ايه الرغوة جميلة. اخدت شوية من الصابون وحطيت عليهم شوية من المية، وشايفين باقل حاجة عمل معانا كمية جميلة ازاي نقدر نغسل بيها الاطباق والكوبايات بكل سهولة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون استفدتوا منه لو بحاجة بسيطة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.